القصة بدأت لما كان عنده 7 سنين وما كانش بيعرف ينام خوفا من خض أبوه ليه وهو في نص نومه. نام الطفل وصحي بعد سنين شاب كبير، لكنه لسه بيخاف على كبر، لكن عقدة الخوف عنده لسه بتكبر كل ما بيكبر. موضوع غريب جدا قد ايه المواقف في صغرنا بتأثر علينا احنا دلوقتي كناس كبار، قادرين نواجه مشاكل الحياة لكن مش عارفين نتخلص من حركة أو عادة أو عقدة لزقت فينا من الصغر. الأغرب هم الناس اللي تسببوا في عقدنا اللي معانا دلوقتي. ازاي جريمة زي جريمة زرع العقد في الإنسان دي مهملة لحد دلوقتي؟ ممكن أتفهم إن مرض جالي بالوراثة، لكن عقدة؟ انت فين مني؟ تلحق فيا اللي ملحقتوش في نفسك. عقاب الضرب او الخصام او المنع اهون بكتير من عقاب التعقيد. ناخد بالنا متأخر جدا ان في جزء فينا ما ترباش، فبنضطر نربي نفسنا من اول وجديد. فتخيل شخص كبير ولسه بيربي نفسه عشان لما كان صغير محدش رباه. اللي مش متربي للأسف هو المجني عليه في القضية. الجاني الحقيقي هو اللي جاب الطفل للحياة وربى جسم ولحم ونسي رب العقل والقلب والروح.